السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ضمن الكرة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الأهلي يطير إلى بريتوريا جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز جنوب أفريقيا. يعني كأنه مباريات الأهلي وصن داونز ديربي أفريقيا. كل سنة بنقابل صن داونز، فريق قوي، فريق ممتع كرويا، فريق منظم، ولكن في غيابات كتير في صن داونز. فالاهلي لازم يركز، لازم اللعيبه تعيد تركيزها، المدير الفني يعيد تركيزه ويعيد حساباته، وخاصه الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. الجانب الدفاعي يعني 3 أهداف يسأل عنه، الجانب الهجومي ضياع فرص وكم فرص كتير، لازم من تعديل، لازم المدير الفني يعيد حساباته في الناحيتين دول بالذات، يظبط الدفاع ويركز مع المهاجمين. المهاجمين لازم تركز، مش معقوله كم الفرص اللي بتضيع دي. مباراه يعني شوطها الاول ممتع النادي الاهلي، الشوط الثاني كان سيء جدا النادي الاهلي. اتمنى الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. يعني احلى حاجه ان المباراه في جنوب افريقيا الاولى، المباراه الذهاب ومباراه العوده تبدا في القاهره ان شاء الله يوم الاربعاء. يعني هنلعب الحد في بريتوريا جنوب افريقيا، نلعب الاربع في القاهره. نتمنى الفوز للنادي الاهلي والصعود للدور النهائي ان شاء الله. دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا كان امبارح واول امبارح. المجموعه الاولى في فوز بايرن ميونخ 3-1 على جراتا سراي، وتربعوا على قمه المجموعه برصيد 9 نقاط، وهزيمه بلا هزيمه طبعا، وفوز يونايتد 1-0 على كوبنهاجن، 4 نقاط المركز الثاني، ثم يونايتد 3 نقاط، وكوبنهاجن بلا رصيد في المجموعه. جراتا سراي طبعا 4 نقاط قلنا، ويونايتد 3 نقاط. المجموعه الثانيه فوز ارسنال على اشبيليا 2-1 ورصيده 6 نقاط، ثم لانس 5 نقاط بعد تعادله مع ايندوفن 1-1، ثم اشبيليا 3 نقاط وايندوفن اخيرا، اشبيليا نقطتين وايندوفن اخيرا بنقطتين. المجموعه الثالثه فوز ريال مدريد 2-1 على براغا، وتربعوا طبعا لقب المجموعه برصيد 9 نقاط، ثم نابولي 6 نقاط بعد فوزه على يونيون برلين 1-0، ثم براغا 3 نقاط ويونيون برلين بلا نقاط. المجموعه الرابعه فوز ريال سويسداد 1-0 على بنفيكا، وتربعوا على قمه المجموعه برصيد 7 نقاط، ثم انتر الذي فاز على سالزبورج 2-1 برصيد 7 نقاط، وسالزبورج 3 نقاط، وبنفيكا بلا رصيد. تخيلوا بنفيكا بلا رصيد، ما عندوش ولا نقطة بعد 3 مباريات. المجموعة الخامسة فوز فاينورد 3-1 على لاتسيو، وتربعوا على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم عندك فاينورد برصيد 5 نقاط بعد تعادله، اتلتيكو مدريد برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع سيلتيك 2-2، ولاتسيو 4 نقاط وسيلتيك نقطة وحيدة. المجموعة السادسة فوز باريس على ميلان 3-0 6 نقاط، ثم بروسيا برصيد 4 نقاط بعد فوز طبعا على نيوكاسل. على فكرة نيوكاسل كان الأول، كان 4 نقاط، لو فاز امبارح كان في انجلترا، لو فاز كان عدى، كان ليه 7 نقاط، لكن هزم وبقى رصيده 4 نقاط في المركز الثالث، وبروسيا 4 نقاط، ولكن اللقاء الفريقين يبقى بروسيا الثالث الثاني ونيوكاسل الثالث، ثم ميلان برصيد نقطتين. المجموعه السابعه فوز مانشستر سيتي 3-1 على يونج بويز، ورصيده 9 نقاط، ثم لايبزيغ 6 نقاط بعد فوز على النجم الاحمر 3-1، وبويز نقطه وحيده والنجم الاحمر بلا نقاط. المجموعه الاخيره والثامنه فوز طبعا برشلونه 2-1 على شختار 9 نقاط، ثم بورتو برصيد 6 نقاط بعد فوزه على انتو يورب 4-1، ثم شختار 3 نقاط وانتو يورب بلا رصيد. طبعا النهارده عندك ليفربول هيلعب في الدوري الاوروبي
مع تولوز الساعة 10. بكرة في الدوري المصري الدوري المصري طبعا الزمالك وإنبي الساعة 7، والمصري وبيراميدز الساعة 4. وفي الدوري الإنجليزي هيلعب توتنهام وكريستال بالاس الساعة 9 مساء. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة. لايك وشير ودعم القناة. خدمة العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.